الله، اقسم بالله يا بنات طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم ده مش اختراع ولا حاجه، احنا اللي عملنا الكريمه بتاعه السينابون بالجبنه القريش. اه والله. عملتها ازاي يا شيماء؟ جبنا 100 جرام من الجبنه القريش بس ما يكونش عليها ملح خالص، ومعلقتين كبار من الزبده، ونص كوبايه سكر بودره اللي هي 5 معالق سكر بودره، يا اما سكر عادي خالص، وحطهم كلهم مع بعض في قلب الكبه واضربيهم، هتطلعي احلى كريمه. عايزه تخليها بقى غنيه كمان شويه وتديها تست في العالي، كمان معلقتين كبار كمان من الكريمه الشانتيه، وانت بتضربيهم بجد هتودي الطعم في حته تانية خالص، بجد تحفه يا بنات. جبنه الكريمي غاليه عليكي، اعمليها بالجبنه القريش، ارخص منها مفيش، وطعمها احلى من الجبنه الكريمي بجد والله يا بنات. الجبنه الكريمي بتتعمل من اللبن، والجبنه القريش بتتعمل من اللبن، كل انواع الجبن بتتعمل من اللبن. فاحنا عملناها وسهلنا عليكم، واقتصاديه جدا. مش عايزه تحطي كريم شانتيه عليها عادي براحتك خالص، مفيش مشكله. المهم انا اقفش على حاجه، اللي عامله مشروع السينابون ده وما عملتش الكريمه بالطريقه دي يبقى فاتها كتير. صلى على رسول الله ودعموا الفيديو.